يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز في الجولة الأولى أمام فريق أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد القادم 3 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر على استاد السلام، وستذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت القطرية. ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة ب3 نقاط بفارق الأهداف عن فريق ساجراد الأنغولي والذي لديه نفس عدد النقاط. وخسر فريق سوار الغيني من فريق ساجراد الأنغولي في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بهدفين دون مقابل. ونجحت إدارة نادي الزمالك في الحصول على موافقة نادي سوار الغيني على خوض مباراتيه أمام الزمالك في دور المجموعات في القاهرة على أن يتحمل نادي الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني. ويسعى نادي الزمالك لحصد ال3 نقاط في المباراة القادمة مستغلا فرصة إقامة المباراة على أرضه وحصد ال6 نقاط كاملة في أول جولتين لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية.